السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وحبايبي، يا رب تكونوا بخير وكل عام وانتم بخير، ورمضان مبارك عليا وعليكم وعلى كل الأمة الإسلامية. حلقتنا النهاردة من برنامج رجال صدقوا، الحلقة التانية عن صحابي من صحابة رسولنا صلى الله عليه وسلم. رجل شديد الحمرة، كثير الشعر، حسن الشكل، جميل الثياب، يحب الدعابة، متوسط الطول، إنه صحابي الجليل صهيب الرومي. اسمه صهيب ابن سنان ابن مالك، الملقب بصهيب الرومي. ايه قصة صهيب الرومي دي وليه لقبه صهيب الرومي؟ هنعرف دلوقتي. البلد اللي هو بيعيش فيها اتعرضت لهجوم شديد جدا من جيش الروم، وطبعا كلنا عارفين جيش الروم. كان جيش الروم الفترة ديت من أقوى الجيوش على وجه الأرض كلها. تم أسر عدد كبير أوي من الناس من البلد اللي منها صهيب الرومي على يد الروم، وكان من ضمنهم صهيب بن سنان الرومي. عاش وقت طويل قوي في الروم واتباع في سوق العبيد هناك. فضل صهيب رضي الله عنه يتباع من سيد لسيد، من سيد لسيد، لحد ما اشتراه رجل اسمه عبد الله ابن جدعان وأعتقه. يعني عبد الله ابن جدعان اشترى صهيب وتركه، سابه، يعني خلاه حر. قال كمان ان صهيب هرب لمكة واشتغل مع عبد الله ابن جدعان، وفضل يشتغل معاه في التجارة لحد ما بقى صهيب من الأغنياء. عمل فلوس كتير قوي من التجارة لحد ما بقى من الأغنياء. وفي يوم من الأيام سمع صهيب الرومي عن شخص يدعى محمد صلى الله عليه وسلم، ما تصلوا عليه. وسمع عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه بيدعي لدين جديد، وبيدعي ان الله واحد احد لا شريك له، وبيبعد كل الناس عن عبادة الأصنام وبيأمرهم بده. وفي يوم من الأيام صحى صهيب الرومي في الصباح الباكر وراح قاصد بيت الأرقم ابن أبي الأرقم. ساعتها لما راح هناك لقى واقف على الباب عمار بن ياسر. أول ما صهيب الرومي قابل عمار بن ياسر قال له: ماذا تريد يا عمار؟ راح عمار ردد عليه قال له: أنت الذي تريد يا صهيب، ماذا تريد؟ ده بيسأل ده وده بيسأل ده. رد عليه صهيب وقال له: أنا جيت عايز أعرف إيه قصة الرجل الذي يدعى محمد عليه الصلاة والسلام، وأنت بتعمل إيه؟ راح جاي عمار بن ياسر قال له: وأنا كمان أنا كنت جاي أعرف قصة من هو الرجل الذي يدعى محمد عليه الصلاة والسلام. صلوا على الحبيب قلبكم يطيب. راح صهيب قال له: خلاص تعالى ندخل أنا وأنت ونسمع ونشوف إيه الحكاية. دخلوا على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ويقال إنهم حسوا براحة نفسية شديدة وبتلج نزل على قلبهم كده مجرد انهم دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وقعدوا سمعوا من النبي عن الدعوة الجديدة وبيدعوا لإيه النبي وإيه الدين الجديد. بعد ما خلصوا كلام استبقوا الاتنين، بقوا بيسابقوا بعض مين يسلم على النبي الأول. شوفوا جمال النبي، اللهم ارزقنا رؤيا يا رب. وبالفعل بعد ما سلموا على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام أعلن عمار بن ياسر وصهيب الرومي إسلامهم، وأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وفي مرة تانية مع مرة بدأوا يتعلموا إيه أسس الدين وإزاي يتعلموا من دين الإسلام ويسمعوا أكتر. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بقى بيشرح لهم، والنبي عليه الصلاة والسلام فضل يشرح لهم كتير عن الدين. وحس صهيب ساعتها انه اتولد من جديد، كأنه ما كانش عايش في الدنيا دي كلها. مع مرور الوقت بدأ الدين الإسلامي ينتشر انتشار كبير وتعلو راية الإسلام، وبدأ الكفار يحاربوا في الدين دوت بكل الطرق زي ما كلنا عارفين القصة كلها جت ازاي. اشتد غضب المشركين واتضايقوا جدا وبقوا بيحاربوا دين الإسلام، خصوصا ان هم فكروا ان كل من دخل الدين الجديد دوت لقمة ضعيفة أو لقمة طرية زي ما احنا ما بنقول كده، لأن كان بيخش فيه الفقراء والناس الضعفاء يحتموا في هذا الدين الذي يرحم كل من هو على وجه الأرض. لكن في 7 أشخاص هم اللي أشهروا الدين دوت، وهقول لكم على أساميهم دلوقتي. 1 سيدنا النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام وكان يحميه عمه. 2 أبو بكر الصديق رضي الله عنه وكان يحميه قومه. 3 عمار بن ياسر. 4 السيدة سمية ودي تبقى والدة عمار بن ياسر. 5 صهيب الرومي. 6 بلال بن رباح. 7 المقداد. كان المشركين بياخدوا ناس كتير قوي من الإسلام ويعذبوهم عذاب شديد، لدرجة إن هم كانوا بيلبسوهم دروع من حديد ويسيبوهم في الشمس عشان تسحب الحديد دوت والدروع
أشعة الشمس. شوفوا درجة العذاب. ناس كتير من كتر ما كانوا بيعملوهم مشركين والعذاب ما كانوش بيستحملوا، كانوا بيخلوهم يقولوا كلام شرك ويقولوا هبل وعاش هبل وعاش فلان وكلام كده كله شرك، ما عدا حد واحد بس، وهو مين بقى؟ الصحابي الجليل بلال بن رباح. وهقول لكم قصته بس مش عايزين نحرقوا الأحداث. كان بلال بن رباح يرفض أي لفظ، أي كلمة تشرك بالله والعياذ بالله، أو أي كلمة كفر، أو أي كلام من اللي بيقولوه المشركين، لدرجة إن هم كانوا بيعذبوه بأبشع الطرق. وهو أول من قائل أحد أحد. وطبعا إحنا عارفين الكلمة ديت من الأفلام اللي انتوا اتفرجتوا عليها للسيرة النبوية. وبالفعل مسكوا المشركين والكفار صهيب الرومي رضي الله عنه وفضلوا يعذبوه عذاب شديد، لكن هو استحمل وكان عارف من الأول إن طريق الجنة وطريق الهداية كله 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 مطبات وكله عواقب، ولازم يصبر على البلاء دوت. وكان دايما بيذكر الله. في يوم من الأيام عرف صهيب الرومي إن النبي عليه الصلاة والسلام هيهاجر، فهو كان عايز يهاجر معاه، لدرجة إنه هو وصل مع المشركين إنه هيساوم معاهم، عايز يمشي بأي طريقة يروح مع النبي. السومة ديت أو الصفقة اللي عقدها صهيب الرومي، هم كانوا على طول بيقولوا له أنت جيت هنا لمكة صعلوك فقير ما معكش مال خالص. فهو فكر وعرف إن هم أصلا عبيد مال، فقال لهم إيه رأيكم تاخدوا كل ما أملك وخدوا كل مالي وسيبوني أهاجر. فعلا ضحى صهيب الرومي بكل ثرواته وكل ما يملك عشان يجاور النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من مجاورين النبي والصحابة، اللهم آمين. وهنا نزلت الآية: ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. صدق الله العظيم. وقال فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: يا أبا يحيى ربح البيع ربح البيع ربح البيع. مفيش أجمل من كده، باع كل حاجة عشان يبقى مع النبي ونجاوره في هجرته وفي كل حاجة بيعملها النبي. وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم تولى أبو بكر الصديق الخلافة، وكان بيحارب المرتدين عن الدين، وكان في كتفه على طول دايما صهيب الرومي رضي الله عنه. لأن كان في حاجة يعرفها طبعا أبو بكر الصديق وهو صديق مقرب لرسولنا عليه الصلاة والسلام، إن صهيب الرومي بيحب الرسول والرسول كان بيحبه جدا جدا. وفي خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه عين صهيب الرومي مستشار لمسائل الدين والغزوات. يعني عمر بن الخطاب في الفترة بتاعت الخلافة بتاعته بعد أبو بكر عين صهيب الرومي، خلاه يباشر كل الإنجازات وأمور المسلمين وشؤونهم في البلاد. يوم من الأيام وهم قاعدين عمر بن الخطاب سأل صهيب وقال له: يا صهيب أنت ليه بيقولوا لك يا أبو يحيى مع إن أنت مالكش ولد يعني؟ فرد عليه صهيب الرومي وكانت عينيه كلها حزن، قال له: النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي لقبه بأبو يحيى أو أبا يحيى، ومن ساعتها طلعت عليه أبا يحيى لصهيب الرومي. ولما توفى عمر بن الخطاب صلى عليه صهيب الرومي صلاة الجنازة ودفن عمر بن الخطاب. وبعد كده قضت حياة صهيب في الجهاد والإنفاق في سبيل الله ابتغاء مرضاته. لازم نتعلم كلنا من سيدنا صهيب الرومي إن إحنا لازم ننفق في سبيل الله وننفق ابتغاء مرضات الله. ولما أتم صهيب الرومي 70 عاما، يعني بقى عنده 70 سنة، شاف بعينه نصر المسلمين ونصر دين الإسلام بأمر الله طبعا بعينه، وشاف كان مبسوط وسعيد جدا. ورفعت راية الإسلام تحلق في سماء البلاد. فاللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، عليك بأعدائنا وأعداء الدين، اللهم آمين. وترددت كلمة التوحيد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله في جميع البلاد. وبعد حياة طويلة فاضت روحه الطاهرة وتوفى صهيب الرومي رضي الله عنه ودفن في المدينة المنورة. دي كانت حلقتنا من برنامج رجال صدقوا، ودي تاني قصة عن الصحابي الجليل رضي الله عنه صهيب الرومي. واستنوا الحلقة اللي جاية. ما تنسوش تعملوا اشتراك وسابسكرايب في القناة وفعلوا الجرس وسيبوا كومنت حلو، ويا رب الحلقة تعجبكم. كان معاكم علي قدورة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.